الزمالك قدام المقاولين العرب ما عملش اي حاجه حرفيا. يعني تحس ان الماتش كده انا قعدت اتفرج عليه دقيقه دقيقه. ما فيش حاجه فوتها في الماتش، ما فيش اي حاجه اصلا ما فيش. يعني تحس انه آه في لخبطه، في عدم انسجام، في ان المدير الفني محتاج وقت فعلا زي ما هو ما قال. يعني تحس انه الفريق مش راكب على بعضه. ادم كايد تحس ان هو يعني ماشي في ملكوت لوحده. اللعيب البرازيلي الفينا تحس ان هو فارق فارق عن اللي حواليه. واللي بتقول لي بقى شيكو بنزا اللي استبعده عشان قلب وشه ده ولا اي اسباب من الكلام ده. وان الفينا ده معدي، ده معدي جامد. الواد ده ما ينفعش يطلع من الملعب. هو ده الدباغ لازم يشد حيله شويه. هو ده الدباغ. انت قلت اصل البرومو بتاعه يقول لك اصل هو رفض الرساله الاولانيه اللي كانت ملح. جدع، الشاب الجدع، برافو عليه. ورينا بقى، ورينا. شد حيلك، شد حيلك وشد ديلك زي ما ناصر ماهر بيشد ديله كده. يعني المدير الفني اعترف فيريرا ان هو بيلعبه وينج يمين عشان مش لاقي حد يلعبه وينج يمين. من الاخر مش لاقي حد يلعبه وينج. الجفالي ولا اللعيب المغربي ده لسه بيسني. مصطفى شلبي الحمد لله خلصوا منه. وبال دونجا كده اللي كل شويه عمال يقع على ظهره. ما يعني انت بتلعب بظهرك يا اسطى ولا ايه؟ مش فاهم مالك فيه. مش عارف. ناصر منسي انا محترم مجهوده ومحترم ان هو بيحاول وان هو جاب جول للزمالك مهمه. يعني اي نعم الاجوان المهمه دي يعني جابت بطوله ولا بطولتين اللي هو يعني في ايه عادي يعني ايه المشكله يعني. ايه انت بتفخم على حالك ليه يعني مش فاهم. مش عارف. يعني في لعيبه بتجيب بالعشر بطولات بجوانها حاسمه. ماشي. مش عايزين نقارنه بقى بحد عشان يعني ما ينفعش هما الاتنين في جمله واحده. بس الجزيري يعني انا شايف ان ليه منفعه عن ناصر منسي. معلش. يعني ده وجهة نظر. في منفعة على الأقل. بيبذل مجهود في الملعب ممكن يؤدي إلى شيء. يعني زي ماتش سيراميكا. أي نعم ولي العرب يعني كان قافلها قفلة سودة في وش الزمالك. وحاول وكان ممكن يجيب جون برضه والزمالك كان له فرص كويسة. لكن الماتش يعني الزمالك تحس ان هو كان محتاج يا اما يبقى في انسجام اكتر ما بين الفريق يا اما ان المدير الفني يعمل حاجه تعوض ده. والحمد لله المدير الفني ما عملش حاجه خالص. ما ما فيش اي اضافه. ما فيش اي اضافه. هو حرفيا محتاج وقت لسه. زي الكابتن اللي عندنا ده كده. بس خلينا في الزمالك بقى. طب هل ينفع انه الزمالك في ظل انه مفيش انسجام والفرقه محتاجه وقت عشان اللعيبه تتعود على بعضها وكلها جديده تقول ان هم كان المفروض ما يعملوش كده؟ لا كان المفروض يعملوا كده. عشان ادوارد ما عملش حاجه غلط على فكره خالص نهائي. بس الفكره بقى ان اللعيبه دي تشتغل. يعني اللعيبه دي تشتغل تقدم بقى، تقدم حاجه. عشان لو ما قدمتش حاجه يعني التجربه دي هتخلص. واحنا مش عايزينها تخلص بصراحه. عامل جو كويس ولطيف وحلو كده. يعني تحس ان هو يعني بدل ما كانوا يتغلبوا 6 هيتغلبوا 5 هيتغلبوا 4 مننا يعني كده. يا عم احنا بنهزر يا عم. ما تاخدهاش على قلبك أوي كده. بس اللي لفت نظري إن محمد عواد قاعد من غير مشاكل. أنت ما حدش خد باله؟ إن محمد عواد قاعد من غير مشاكل. أول مرة. كان بيقعد بمشاكل قبل كده. إزاي يقعد على الدكة وإزاي؟ محمد صبحي بيلعب ما اتكلمش.
مستني دوره من الآخر، ودي حاجة كويسة. يعني الحلو أقول لها حلو، لكن كل شوية خناقة ومشاكل ليه يا ليه؟ ليه؟ وجهة نظره، ما يمكن وجهة نظره تتغيّر عادي.